النهارده عندنا حلقة مهمة وعندنا تصريحات لخالد الغندور ووكيل أعمال جاكسون موليكا، وكمان تصريحات من الدكتور عماد البناني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية طبعا بحب أرحب بجماهير المارد الأحمر. بتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد عن النادي الأهلي. ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في أول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. أنا عايز من كل إخواتي الأهلاوية يتابعوا الحلقة وكمان يشيروها لكل الناس. وكمان أول موضوع هنتكلم فيه هو موضوع مدير اعمال جاكسون موليكا اللي عمال يضرب تصريحات من امبارح او بقاله كام يوم. في تصريحات بيقولها بخصوص انتقال جاكسون موليكا للنادي الاهلي. امبارح طبعا الخبر نزل واحنا قلناه ان البرنامج الاذاعي التركي راديو جول اعلن ان جاكسون موليكا اهلاوي لمده 4 سنوات والاعلان الرسمي يوم الثلاث. ده الكلام اللي اتقال لنا امبارح، وكان خبر حتى كان نازل بتفاصيل عقد جاكسون موليكا، لدرجه يعني كلنا صدقنا الموضوع. وقالوا ان السنه الاولى جاكسون موليكا هياخد 1,300,000 دولار، والسنه الثانيه هياخد 1,400,000 دولار، والسنه الثالثه هياخد 1,500,000 دولار، والسنه الرابعه هياخد 1,700,000 دولار. دي كانت تفاصيل عقد جاكسون موليكا مع النادي الاهلي، وكله نزل الخبر على اساس ان موليكا خلاص اهلاوي. لكن في بعض الاقاويل بتقول ان وكيل اعمال جاكسون موليكا بيدلب التصريحات دي من صفحات النادي الاهلي، وكمان عشان في عرض من اليونان لجاكسون موليكا بالاعاره لمده 3 سنوات ب 3 مليون دولار. وطبعا هم لسه بيدرسوا لغايه دلوقتي. الموضوع مش بعيد عن النادي الاهلي، يعني مش معنى كده ان الصفقه، لا، النادي الاهلي لسه بيحاول في موضوع جاكسون موليكا، لان جاكسون موليكا يعني الشخصيه اللي عايزها او اللي حاببها النادي الاهلي. لاعب سنه صغير وكمان مهارات واهداف، وبيلعب برجله اليمين ورجله الشمال، وهي يعني هينفع مارسيل كولر في الخطه اللي هو عايز يلعب بيها. ده بالنسبه لموضوع جاكسون موليكا. لكن تاكدوا ان في ان شاء الله صفقه قويه للنادي الاهلي، واحنا متعودين ان ممكن الاهلي يشير الى لاعب او يتكلموا عن لاعب، لكن بيطلع الموضوع على لاعب تاني خالص عشان محدش يخش في الصفقه او يبوظها. وده اللي احنا عارفينه عن النادي الاهلي. وطبعا احنا متاكدين وعارفين ان النادي الاهلي ان شاء الله في خلال ايام هيعلن عن مهاجم سوبر، سواء جاكسون موليكا او غيره، بس هي بنسبه كبيره جاكسون موليكا. عندنا بقى تصريح من خالد الغندور اللي بيستفز بيه جماهير النادي الاهلي. وعايز اقول لخالد الغندور، اقول لكم بس التصريح الاول وبعد كده نتكلم ونعلق عليه براحتنا. ويا ريت كل اللي يتفرج على الحلقه يعلق ويرد على خالد الغندور. ها، ده بالنسبه لجمهور الاهلي، يرد على خالد الغندور ويقول له يعني ويقول له على يعني على التصريح اللي هو بيقوله ده معناه ايه، لان هو بيخرف في تصريحاته. هو من النوع اللي بيخرف في تصريحاته. بيقول لك ان النادي الاهلي بيلعب باسم مصر. تصريح خالد الغندور بيقول ان النادي الاهلي بيلعب باسم مصر. طب مصر هتلعب باسم مين؟ تصريح بس يعني تصريح صغير كده بس مستفز. اولا هو خالد الغندور طالع سايب المشاكل اللي في نادي الزمالك، وسايب التجاوزات واهدار المال العام اللي في نادي الزمالك. ما اتكلمش عن الموظفين اللي احالها اللواء حسن موسى للنيابه. ما اتكلمش على 65 موظف اللي بيقبض كل واحد فيهم 350,000 دولار. ما اتكلمش على مرتضى منصور وقال ان كل التجاوزات دي سواء هو السبب فيها او لا. وسايب الدنيا غرقانه في نادي الزمالك، وانت المفروض كابتن من كباتن نادي الزمالك. سايب ده كله وبتتكلم على ماتش تحصيل حاصل وهو ماتش اثيوبيا. احنا كده كده اتاهلنا افريقيا، والماتش التاني ماتش ودي. سايب ده كله وبتتكلم عن النادي الاهلي. انا عارف هو بيعمل كده ليه. هو بيعمل كده ليه؟ عشان الترند، عشان المشاهدات، عشان الناس تطلع عليه وترد حتى لو هتشتمه عادي. كده كده اهم حاجه ايه؟ المشاهدات واللايكات والتعليقات
ويلم ايه بقى ويعمل ترند للموضوع. هو ما بيعملش غير كده، هو ما بيعملش حاجه غير كده، سواء بيقول كلام منطقي او مش منطقي. انت بتعمل ده عشان الترند. انت عارف ان كل حاجه في نادي الزمالك غلط، بس ما عندكش القدره ان انت تقول عليها صح او غلط. وعارف ان مين سبب المشاكل اللي سببها لنادي الزمالك، عارف مين الشخص اللي هو تسبب في الديون والغرامات اللي في نادي الزمالك، بس ما تقدرش تقول عشان انت ما عندكش القدره على ده. لكن سايب ده كله وبتتكلم عن النادي الاهلي عشان خاطر الترند، عشان خاطر المشاهدات، عشان خاطر التعليقات، لكن مش اكتر من كده. وانت كلامك بالنسبه لينا كجماهير النادي الاهلي، كلامك ولا يشغلنا ولا يعنينا ولا اي حاجه، لكن بنطلع نرد ونقول ان انت بكلامك ده بالنسبه لنا بتحسسنا ان انت ولا فاهم حاجه في اي حاجه، ولا انت خايف على ناديك، ولا عامل حساب ناديك، ولا اي حاجه في اي حاجه. كل اللي يهمك هي الترند والتعليقات والمشاهدات بس. ده بالنسبه لخالد الغندور. عندنا امبارح طلع تصريح للدكتور خالد البناني، كان بيقول بعد المظاهرات اللي حصلت امبارح في نادي الزمالك اعتراضا على تعيين دكتور عماد البناني لمجلس مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك مكان اللواء حسن موسى، طلع قال لك انا بعتذر عن المنصب. طلع قال انا بعتذر. بعد كده يعني بعديها بشويه طلع تصريح تاني بيتكلم بيقول ان ان هو ايه، ان هو مش اهلاوي، وان هو هي بيتعامل مع المنصب ده في نادي الزمالك ان هو منصب وطني، وان هو مش هيمشي الا لما يسلم نادي الزمالك للمجلس المنتخب اللي جاي. وكمان طلع قال ان هو خفض الغرامه او خفض المبلغ اللي هو يخص الضرايب، خفض الضرايب، يعني خفض المبلغ اللي هو جاي على الزمالك بالنسبه للضرايب. وكمان يعني بعد كده بعد ما صرح بالتصريحات دي كلها، طلعت مصلحه الضرايب ترد على الدكتور عماد البناني وبتقول مصلحه الضرايب المصريه نتمنى تنفي تقدم نادي الزمالك باي طلبات تسويه او جدوله المديونيات الضريبيه حتى الان، وتؤكد ان لا صحه لخفض الضرائب المستحقه على النادي من 1,200,000 الى 400 مليون جنيه. يعني بتنفي خبر دكتور عماد البناني بان هو قدر ان هو يخفض المبلغ من 1,200,000,000 الى 400 مليون. طبعا الكلام ده نفته مصلحه الضرائب. وده بيأكد على ان اي حاجه تسمعها في الاخبار المتداوله على الفيس او على اي موقع، يعني ما فيش مصداقيه فيها. لكن كل اللي احنا بنسمع عنه ده اقاويل، سواء بقى اعتذار الدكتور عماد البناني او خفض الضرائب على نادي الزمالك من 1,200,000. كمان طلعت الضرايب ردت وقالت ونفت ان مفيش اي تسويه او احدش قاعد معاها اساسا انها تخفض المبلغ من 1,200,000 الى 400,000 الى 400 مليون اسف. عندي كمان تصريح لميدو، يعني ميدو ده يعني ماشي خلف خلاف، يعني بيطلع في اوقات كده، يعني بيطلع في اوقات غريبه والنور طبعا قطع. ورجعنا لكم تاني طبعا بعد ما النور قطع. اسف طبعا النور قطع وانا بصور الحلقه، وكنا بنتكلم على موضوع ميدو وتصريحاته اللي هي عكس اعكاس. في تصريح قاله امبارح بيقول بان من يعتقد ان الهدوء عاد للزمالك باستقاله مجلس الاداره فهو واهم، والحرب بدات ومرتضى منصور ورجاله لم ينسحبوا من المشهد، ورجال ممدوح عباس يحاولون رد الجميل. ده كان تصريح ميدو امبارح على موضوع ان اللي بيفكر ان الهدوء بقى في نادي الزمالك وان المشاكل خلاص راحت، بيقول لك لا، ان لسه لغايه دلوقتي مرتضى منصور موجود في الصوره. وطبعا ده كلام خطير، يعني لما ميدو يطلع يقول لك ان مرتضى منصور لسه ما زال في الصوره، وان هو لسه ليه راي وليه كلام وليه كلمه على نادي الزمالك،
ده يعني ده يودينا لايه بقى؟ يودينا ان فين قرارات بقى وزير الشباب والرياضه؟ يعني فين يعني وزير الشباب والرياضه لما شال حسن موسى شاله بناء على ايه؟ حد قال له مثلا شيله عشان ما يقعدش يفضح في المجلس الاداره القديم؟ ولا ده كلام ميدو عشان احنا ما نقولش او ما حدش يقول ان احنا بنفتري على حد؟ معنى ان ميدو يقول ان مرتضى منصور لسه موجود في الصوره يبقى استقاله اللواء حسن موسى جت بناء على حد قال اشرف صبحي او وزير اشرف صبحي ان هو يكيل الناس دي عشان فضح المجلس السابق. جه النهارده بقى ميدو وقال تصريح تاني بيقول ان هو يعني احسن قرار اخذه وزير الشباب والرياضه انه جاب راجل من بره النادي خالص يدير دلوقتي لا تبع ممدوح ولا تبع مرتضى منصور، وبيشتموا بقى ومرتضى منصور بيشتموا يبقى راجل مية مية. معظم اللي كانوا النادي امبارح دول هتيفة أنكل ممدوح. يعني هو بيتهم الناس اللي كانت موجودة امبارح في المظاهرات ان هم تبع ممدوح عباس، تبع ممدوح عباس. وده بيثبت ان ميدو بيقول تصريحات مش مركز فيها او قالها وهو مش مدرك، لان يعني كل الكلام عكس التاني. يطلع في مره يقول لك يطالب المجلس ان هو يمشي بعد ما هو قال لك انا ماشي. طبعا هو عشان خايف من مرتضى منصور ما ينفعش يقول او ما يقدرش يقول الكلام ده ومرتضى منصور موجود في نادي الزمالك. وشفناه لما كان ايام مرتضى منصور في الزمالك كان دايما داعم وموافق على كل حاجه بيعملها مرتضى منصور. جه دلوقتي طبعا بيتكلم على بعد ما مرتضى منصور قدم استقالته طالع يتكلم ويقول ان مرتضى منصور لسه موجود في الصوره وان ممدوح عباس لسه بيبعت ناس عشان تهتف باسمه او يتكلموا على الدكتور عماد البناني. طبعا ده كلام يعني عايزين يعني الكلام ده بياخدنا لايه؟ لان احنا كل يعني الناس دي بدل ما ميدو يقعد يتكلم في الاعلام ويقول دي تصريحات، لا المفروض ان ميدو يجمع كبار اللعيبه الزمالك القدامى زي الكابتن ايمن يونس، زي الكابتن حسن شحاته، الكابتن فاروق جعفر، الناس الكبار في نادي الزمالك، ويقعدوا ويشوفوا ويحلوا واللي يقدر على حاجه يعملها. ده المفروض اللي ميدو يعمله، مش يقعد يدلب تصريحات زي خالد الغندور سايب الدنيا كلها في نادي الزمالك وسايب الخراب اللي في نادي الزمالك وجاي يتكلم عن النادي الاهلي واللعيبه تروح منتخب مصر ولا ما تروحش. طب ما عندك لعيبه نادي الزمالك في ماتش اتشات في الدور 64 فيتوريا نفسه اللي هو مصمم على لعيبه الاهلي النهارده هو نفسه اللي ساب 3 لعيبه للزمالك في يوم المباراه. وطبعا كل ده شغل حازم امام، واحنا اتكلمنا على حازم امام امبارح وقلنا دور حازم امام في الاتحاد وان كلمه حازم امام هي اللي بتمشي فوق رئيسه كمان، فوق رئيس الاتحاد. وعارفين طبعا كل اللي بيحصل من زي ما قلت احتواء ومحاباه لنادي الزمالك بسبب وجود حازم امام في النادي. انا كنت طبعا طالع النهارده او اقول لكم على بعض التفاصيل واهمها هي تصريح مدير اعمال موليكا وكمان تصريح خالد الغندور وتصريحات الدكتور عماد البناني، واخيرا كان تصريح ميدو. وبتمنى طبعا من كل يشوف الحلقه يعمل لايك وشير واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد عن النادي الاهلي. وما تنسوش ان قناه المارد الاحمر للاهلي وللاهلاويه. سلام.